مساء الورود. اسمي رامز من مغامرين الكشافة في الكنيسة، الكتيبة رقم 41، الفرقة العاشرة. حضرتك مش محتاج أي مساعدة النهاردة؟ لا. أنا ممكن أساعدك تعدي الطريق؟ لا. ممكن أساعدك تعدي الرصيف؟ لا. ممكن أساعدك تعدي مثلا الباب؟ لا. ما لازم أساعدك تعدي حاجة. لا، مش محتاج مساعدة. مساء الورود. اسمي رامز من مغامرين الكشافة في الكنيسة. يا ابني مش محتاج مساعدة. أي قول يا سيدي. مساء الورود. هات من الآخر. شايف دول أوسمة مغامرين الكشافة بتاعتي، مش ناقصين غير واحد بس، وسام مساعدة المسنين، ولو أخدته هكون مغامر كشافة من الدرجة الأولى. المغامرات ونحن قادمون. كع كع موا. بس يا ولد. هيكرمونا في الكنيسة، وهيكون في حفلة، والآباء هيحضروا ويلبسونا الأوسمة. والمطلوب انك تساعد شخص عجوز. صح، ومش بس كده، مطلوب أحكي قصة من الكتاب المقدس بالتفاصيل، وساعتها هكون مغامر كشافة أول. معاك الكتاب المقدس؟ الحقيقة لأ. اصل انا كتابي ضاع ووحشني القراية فيه، وانا راجل عجوز وضعيف، صعب ادور عليه. يا لو الاقي حد يساعدني. أنا هدور عليه وهجيبه. ما يتهيأليش، انت صغير. لا أنا كبير، ولو ما لقيتوش هشتري لك واحد جديد. أكون مغامر كشافة أول، أكون مغامر كشافة أول أول أول. الولد ده شكله مزعج، وانا بصراحة تعبان جدا. أنا رامز واد شاطر وجريء أوي. أساعدك لو كنت غريب طبعا. أنا رامز واد شاطر وجريء أوي. أساعدك لو كنت غريب ولا يهمني. أنا بحب الكل، قلبي مليان خير، ما يهمنيش أنت طيب ولا شرير. ستوب. بلعب رياضة، ده أنا سريع، واشيل حديد، ده جامد. بلعب رياضة طبعا، واشيل حديد 50 كيلو. عقل كبير جسم جديد، لا تقولي باتمان ولا علاء الدين. ستوب. ما سمعتش عني؟ أستاذ فريد زين، أنا لقيت الكتاب العظيم. معقول؟ انت ولد مزعج صحيح، بس مجتهد جدا. انا هساعدك. تعال يا رامز، اقعد عشان احكي لك. شكرا يا أستاذ فريد زين. احكي لك قصة يا رامز من سفر الخروج في الكتاب المقدس. سفر الخروج؟ يعني إيه يا أستاذ فريد؟ ده سفر اتسمى على اسم خروج شعب بني اسرائيل من ارض مصر. إيه ده؟ هو شعب إسرائيل كان موجود في مصر؟ يا رامز، زمان ايام الفراعنة. بطل اسئلة يا ولد وتعالى نبدأ الحكاية. للمغامرات ونحن قادمون. كع كع موا. طب يلا يا ولد عشان نبدأ. زمان يا رامز كان شعب بني إسرائيل عايش في أرض مصر من أيام يوسف الصديق، لكن في ملك جديد بقى ملك على مصر، واستعبد وذل العبرانيين اللي هم إسرائيل، وخاف لحسن يكتروا جدا، ولو دخل حرب ساعتها ممكن ينضموا للأعداء. فأمر إن أي ولد يتولد منهم يترمي في النهر، ولو بنت تعيش عادي. لكن في واحدة من شعب بني إسرائيل ولدت ولد، وفضلت مخبياه 3 شهور، وبعد كده رمته في النهر.
وفضلت أخته مريم تراقبه من بعيد. ايه ده؟ ده في صوت ولد بيعيط. مش عارفة يا سيدتي، هو صوته قريب جدا. ايه ده؟ في قفص هناك اهو. بقولك ايه، روحي هاتي بسرعة. أمرك يا سيدتي. ايه ده؟ ده ولد. مين يا ابني اللي رماك في المية كده؟ شكله من أولاد العبرانيين. أنا لازم أشوف لك مربية، وأنا هتولى رعايتك. وفي الوقت ده كانت مريم أخته بتراقب القفص من بعيد، فأول ما سمعت بنت فرعون إنها بتدور على مربية راحت قالت لها: يا سيدتي، أنا ممكن أجيب لعظمتك مربية من العبرانيين. ماشي ماشي، يا ريت بسرعة. وفعلا جريت البنت تنده على مامتها، وراحت مامتها عشان تكلم بنت فرعون. خدي الولد وربيه، ولما يكبر تجيبيه ليا تاني، وأنا هدفعلك تمن خدمتك ليه. وفعلا أخدت الأم ابنها اللي ربنا حافظ عليه في المية ورجعه لها تاني، وراحت ربته، ولما كبر رجعته تاني لبنت فرعون، وهي سمته موسى، يعني اللي واخداه من المية زي ما حصل معاه. كمل يا استاذ فريد زين عسل. هكمل حاضر، بس اوعى تنام مني. ما تقلقش ما تقلقش، تعالى كده اقف جنبي، تعالى اقف بس كده. ايوه انت كده طالع. يلا بقى ناخد سيلفي. 1 2 3. يلا نكمل بقى. بعد ما كبر موسى يا رامز، وكان فرعون بيستعبد شعب بني إسرائيل، والشعب تعب جدا من ظلم فرعون، وفرعون مصر مات وجي مكانه ملك تاني، وربنا سمع لصراخ شعبه وتحنن عليهم. وكان في يوم من الأيام موسى كان بيرعى الغنم، ومشي بالغنم لغاية جبل اسمه حوريب، وهنا حصل ازاي العليقة ما بتتحرقش من النار دي؟ موسى موسى يا موسى موسى، مين بينادي عليا؟ انت مين؟ ما تقربش من المكان ده، اخلع حذائك من رجليك، عشان الارض اللي انت واقف عليها دي ارض مقدسة. انا اله ابائك، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. انا شفت العذاب والذل اللي شافوا شعبي على ايد المصريين، وسمعت صراخهم من كل اللي بيذلوهم. نزلت عشان انقذهم من ايد المصريين ووديهم ارض جديدة، ارض بتفيض لبن وعسل. يلا يلا قوم عشان ابعتك لفرعون مصر عشان تخرج شعب بني اسرائيل من مصر. مين انا يا رب علشان اروح لفرعون، ولا علشان اخرج شعب بني اسرائيل من مصر؟ انا هكون معاك، وعشان الناس تتأكد ان انا اللي بعتك، لما تخرجوا من مصر هتعبدوني على الجبل ده. انا هروح لشعب بني اسرائيل شعبي، وهقول لهم اله ابائكم بعتني ليكم. لو قالوا لي اسمه ايه هقول لهم ايه؟ هتقول لهم يهوه، يهوه اله ابائكم، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، هو اللي بعتني ليكم، وده اسمي للابد. ومجمع شيوخ اسرائيل وقول لهم الكلام ده، احكي لهم كل اللي حصل. لو سمعوا كلامك ادخلوا لفرعون تقولوا له ان الهنا بيقول لك احنا هنخرج من مصر بسفر 3 ايام،
انا عارف انه مش هيوافق بسهولة. ساعتها هضرب مصر بعجائب كتيرة، وبعدها هتخرجوا من مصر ومعاكم فضتكم وذهبكم. لكن هم يا رب مش هيصدقوني وهيقولوا لي ربنا ما ظهرش ليك. ايه اللي في ايدك دي؟ عصايا. ارميها على الارض. اتحولت حية. امسك ديلها. رجعت تاني عصايا. دخل ايدك في جيبك. اتحولت تلج. رجع ايدك في جيبك وشيلها تاني. رجعت عادية. لو ما صدقوش المعجزتين دول، هات ميه ارميها على الارض هتتحول لدم. يا رب يا رب أنا مش بعرف أتكلم، أنا لساني تقيل. مين اللي خلق الفم ليه؟ ومين بيخلق الاخرس والاعمى واللي بيشوف؟ مش انا يا موسى؟ انا الرب الهك. روح روح وانا هكون مع كلامك وهعرفك تقول ايه. يا رب خلي حد يساعدني في المهمة دي. مش هارون اللاوي يا اخوك؟ انا عارف انه بيعرف يتكلم. هو هيستناك ولما هيشوفك هيفرح. هتعرفوا ايه اللي هيقوله وانا هكون مع كلامك وكلامه وهقول لكم تعملوا ايه. وهو هيكلم الشعب عنك. خد في ايديك العصاية دي، هي دي اللي هتعمل بيها المعجزات. اكيد يا استاذ فريد لما يروح ما حدش هيصدق. لا يا رامز، استنى بس. رجع موسى هو وعيلته لمصر، وفعلا لقى هارون مستنيه. هارون اخوه، صح؟ صح. وحصل كل اللي قاله عليه ربنا، وعمل المعجزات قدام الناس، وفعلا الناس صدقته. وبعد كده راح موسى وهارون لقصر فرعون. ها وبعدين سكت ليه؟ ما بدل ما احكي لك، تعال نروح معاهم قصر فرعون ونشوف اللي حصل. انت بتتريق عليا يا استاذ فريد زين؟ لا بجد. طب تعالى ساعدني وانا هثبت لك. ايه ده؟ ايه الحبال دي كلها؟ تعالى بس معايا شيل عشان نلحق نروح. ايه ده؟ دي تقيلة قوي. ده البيت بيتحرك يا استاذ فريد. مش قلتلك يا رامز هنروح نشوف القصر بنفسنا؟ احنا بنطير يا استاذ فريد، المغامرات ونحن قادمون. كا موا. اكون مغامر كشافة اول. بس يا رامز، بس يا ولد. واو، ايه ده يا استاذ فريد؟ ده قصر فرعون. ده جميل قوي. ايه ده؟ يعني احنا دلوقتي ايام فرعون ملك مصر زمان؟ الفضل يرجع للبالونات السحرية بعد ربنا طبعا. شكرا يا بالوناتي. بس ازاي ده حصل؟ لما البالونات بتبدأ تطير بتطير معاها البيت، وجوه في الشاشة اللي شفتها بنختار عايزين نروح انهي زمن وانهي مكان. بس عشان في صوت حد داخل. لحسن يشوفونا وتبقى مشكلة. مش هيقدروا يشوفونا يا رامز غير لما نفتح الباب. كتالوج البيت بيقول كده. اسكت بقى يا رامز، اسكت. جلالة الملك فرعون مصر العظيم.
ممنوع حد يقابلني النهارده. انا هخرج اتمشى في الحديقه شويه. امر مولاي، بس كان في حد عايز يقابل جلالتك. انت ما سمعتنيش يا حارس؟ انا سمعت جلالتك، لكن هو موجود من الصبح يا مولاي، وعظمتك صاحب كل رحمه وحب لشعبك. عندك حق. مين ده؟ دول 2 من العبرانيين، واحد اسمه موسى والتاني اسمه هارون. موسى اللي رجعه تاني، مش مشكله، خليهم يدخلوا. أمر فرعون، موسى وهارون يدخلوا. السلام لفرعون مصر العظيم. خير، ايه اللي رجعك مصر تاني يا موسى؟ جايين نوصل لك رسالة. رسالة من مين؟ الرب إله العبرانيين اللي هو إلهنا. أنا معرفوش عشان يبعت لي رسائل مع حد، بس هو عارفك كويس. وإلهكم ده عاوز إيه؟ إلهنا بيأمرك إنك تسيب شعبه علشان يرجع يعبده في الصحراء تاني. مين إلهكم ده؟ علشان أسمع كلامه أو يأمرني. إلهنا هو خالق كل شيء حي وغير حي، خالق كل الكون والبحار والأنهار والجبال، وطبعا خلقك. خلقني؟ أنا معرفوش، يبقى خلقني إزاي؟ دي فرصة إنك تعرفه. روحوا قولوا له فرعون مش هيسيب شعب بني إسرائيل. إلهنا طلب مننا نسافر 3 أيام في الصحراء علشان نروح نعبده. ليه يا موسى انت وهارون عايزين تمنعوا الشعب من الشغل في مصر؟ روحوا انتوا ومالكوش دعوه بيهم. الشعب ده كتير وبيقدر يريح نفسه، وانتوا عايزين تريحوه زياده. مولاي الملك، أمر إلهنا وإله أبائنا لازم تنفذه علشان الشعب يخرج ويعبده. يا حارس، يا حارس! ايه ده؟ على طول وافق؟ وافق ايه يا رامز؟ بس استنى لما نشوف. أمر فرعون، أؤمر رؤساء الشعب وكل اللي بيشغلوهم إنهم يزودوا الشغل على شعب بني إسرائيل، وما يكونش في رحمة أبدا ليهم، علشان ما يكونش عندهم وقت يسمعوا الكلام الكذب. أنا أسيب شعب بني إسرائيل قال. رايح فين يا ولد؟ كده هيشوفونا. موسى، يا موسى! انت مين؟ انا رامز، حضرتك مش هتعرفني. انا مغامر كشافة اول. يعني ايه كشافة؟ كشافة يعني ممكن انظم اي حفلة او اي حاجة. ممكن اساعدك في تنظيم خروج الشعب من مصر. لا 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 شكرا. انا عايز اعرف انت ناوي تعمل ايه بعد ما فرعون رفض يسيبكم ورفض يسمع كلام ربنا. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ اوه، ده انا موجود من اول الحوار. هروح اكلم ربنا واسأله اعمل ايه، وبعد اذنك اتفضل امشي علشان لو حد شافك هتبقى مشكلة. يلا يا رامز، يلا يا رامز، احنا اسفين، احنا اسفين، يلا يا رامز. انت مين انت كمان؟ ايه ده؟ مين دول؟ اقفوا عندكم. اجري يا رامز، اجري اجري يا استاذ فريد، شد حيلك شوية. استنوا عندكم. اجري اجري. يلا يلا يا رامز، يلا اقفل الباب. ايه ده؟ هما راحوا فين؟ والبيت اللي كان هنا راح فين؟ ايه ده؟ ده فعلا مش شايفيننا. كنت هتموتنا يا رامز. يا حارس، يا حارس، انا اهو، تعالى امسكني. يا ابني مش هيشوفك. يا حارس، يا حارس، انا اهو، تعالى امسكني. اقفوا عندكم. يا حارس، يا حارس، استنوا عندكم. يا حارس، يا حارس، اقفوا عندكم. تعالى بقى يا رامز نكمل ونقرا ايه اللي هيحصل من الكتاب المقدس. وبعد كده يا رامز
الشعب اتضايق جدا من موسى وهارون، فراح موسى اتكلم مع ربنا وقال له: ليه يا رب عملت كده مع شعبك؟ ليه بعتني لفرعون؟ ده من ساعتها وهو بيعذب في الشعب وانت ما خلصتوش. دلوقتي يا موسى هتشوف انا هعمل ايه لفرعون. وفعلا موسى كلم شعب بني إسرائيل بكلام ربنا، لكن ما سمعوش ليه عشان كانوا تعبوا قوي من ظلم المصريين ومش قادرين يصدقوا. وبعد كده رجع موسى واتكلم مع ربنا تاني وحكاله، فربنا قال له: أنا هخلي فرعون ما يرضاش يسيبكم بسهولة عشان أظهر معجزاتي في مصر. وفعلا موسى وهارون راحوا لفرعون تاني، ودخل موسى وهارون لفرعون، ورمى هارون عصايته قدام فرعون فتحولت لحية. ده نوع من أنواع التعابين. حية؟ معقول؟ أكيد فرعون خاف. لا، نده على السحرة بتوعه وجم وطلب منهم يعملوا زي هارون. وعرفوا؟ عرفوا، وفعلا رموا عصيانهم قدام فرعون وتحولت برضو لتعابين. بس تعبان هارون بلع كل التعابين، ولما فرعون شاف كده مرضيش برضو يسمع كلام موسى وهارون، فربنا قال لهم: روحوا قابلوا فرعون على النهر واضربوا كل النهر بالعصاية فهتتحول لدم وهيموت كل السمك. تعال نروح بالبيت عند النهر ونشوف ايه اللي هيحصل. النهارده جاي لك علشان نقول لك انك لازم تسيب الشعب يخرج من مصر، والا انت بتهددني؟ ربنا اللي بيهدد، وهيضرب النهر وكل المياه هتتحول دم. وانا مش هسيب شعب بني اسرائيل يخرج، ومش هسمع كلام الهك. المياه هتتحول لدم وكل السمك هيموت. انا فرعون مصر، محدش يقدر ينتصر عليا ولا حد يقدر يمشي كلامه عليا حتى وان كان مين. يبقى انا لازم انفذ كلام ربنا ونضرب النهر قدامك. اللي انتوا عملتوه ده، احنا حذرناك وانت مش عايز تسمع كلام ربنا. انتوا اللي بتعملوه ده سحر، وانا برضه ممكن اعمل سحر. يا حراس انبهوا الصحراء. امر مولاي. دي ايد ربنا ومش سحر. اسمع كلام الله وسيب شعب بني اسرائيل يخرج. انت فاكر ان الموضوع بسهولة كده؟ انا عندي سحرة زيكم كده بالظبط ويمكن احسن. امر جلالتك. موسى وهارون حولوا بعصايتهم المية لدم، تقدروا تعملوا زيهم؟ يا فرعون متضايق ليه؟ عايش حياتك هم في هم. يا فرعون عايز ايه؟ احنا نخلي حياتهم هم. لو عايز النهر يجف ويتحول دم، لو عايزه يدور ويلف كله بأمرك بيهتم. لو عايز النهر يجف ويتحول دم، لو عايزه يدور ويلف كله بأمرك بيهتم. يا فرعون متضايق ليه؟ يا فرعون عايز ايه؟ أنا ساحر والسحر حياتي، السحر ده
من كلماتي الدم ده مشروب يوماتي من ولادتي لحد مماتي. انا ساحر والسحر حياتي، السحر ده من كلماتي الدم ده مشروب يوماتي من ولادتي لحد مماتي. أنا ساحر عظيم جبار، أمشي على المية ووسط النار، بيقولوا أنا ملك الأشرار، لو مين قدامي بينهار. أنا ساحر عظيم جبار، أمشي على المية ووسط النار، بيقولوا أنا ملك الأشرار، لو مين قدامي بينهار. فرعون متضايق ليه؟ عايش حياتك هم في هم. يا فرعون عايز ايه؟ احنا نخلي حياتهم هم. طيب وروني كده هتعملوا ايه؟ محتاجين إناء في مية يا مولاي. يا حارس احفر حوالين النهر علشان تجيب ميه وتحطها في اناء. أمر جلالتك. قال الشعب يخرج من مصر. قال امال هنشغل مين في مصر؟ يا مولاي ما تقلقش، ده سحر، وإن كانوا هم سحرة من يومين احنا بقالنا سنين يا مولاي. فعلا يا مولاي، والخبرة تفرق طبعا. يعني انتوا شايفين ان ده سحر وتقدروا تعملوا زيه؟ أكيد أكيد طبعا، وده أقل أنواع السحر اللي احنا نعرفها. سامع يا موسى؟ سامع يا هارون؟ فرعون يا عظيم، أنا وضحت لجلالتك إن دي إيد ربنا ومش سحر. هنشوف يا موسى. اتفضل يا جلالة الملك. اديلي الساحر. حبشوش فنكوش ملتوش شوش شوش، اتحول اتحول يا ملتوش. منفعش؟ طب ازاي؟ طب انا ممكن اجرب تاني. يعني ايه منفعش؟ جرب انت. هناك ميبان، حبساك ميزاك، زاك زاك، اتحول اتحول يا ميزاك. عرفتوا ان اقل ساحر عندي يقدر يعمل كده؟ يا حارس يا حارس. بتعمل ايه يا رامز؟ بتعمل ايه؟ هتحبسنا في الزمن ده طول العمر. استنى بس يا استاذ فريد. يا حارس. ايه ده؟ مين بينادي؟ انت تاني؟ تعال هنا. خد بقولك تعال هنا. اقبض عليهم بسرعة. استنوا بس، انا جاي علشان اتعرف عليكم ونبقى اصحاب. اصحاب؟ الحراس والعبيد ما ينفعوش يكونوا اصحاب لحد. ليه؟ لا طبعا، انت زيك ولا ايه يا استاذ فريد؟ طبعا، وممكن نكون اصحاب كمان ونتكلم مع بعض عادي. ايه ده؟ بجد؟ بجد. تعالوا بقى نقعد نتكلم شوية. بس بسرعة علشان فرعون ما يدورش علينا. انا اسمي فريد وده رامز. انتوا اسمكم ايه؟ منفيس. وانا منفاس. ايه ده؟ طب مش مشكلة، المهم شفت الموبايل ده؟ موبايل؟ يعني ايه موبايل؟ موبايل يعني تليفون. وتليفون برضو يعني ايه؟ التليفون ده اختراع بنقدر بيه نكلم بعض واحنا مش جنب بعض. يعني ممكن لو انا معايا واحد من التليفون ده ومنفاس صاحبي معاه واحد برضو واحتاجني يقدر يناديني بيه؟ طبعا. تعالوا بقى كده، تعال انت هنا يا منفيس، تعال انت هنا يا منفاس، وقف انت جنبي كده يا استاذ فريد. يلا انت، ايوه انتوا كده كلكم باينين. يلا بقى ناخد سيلفي. مع اني مش فاهم بس يلا. 1 2 3. خد بقى، صورنا انا واستاذ فريد عند نهر النيل بتاع زمان.
يا حراس يا حراس، عن اذنكم بقى يا اصحابنا، لحسن فرعون بينادي. يلا يا منفيس. سلام يا اصحابنا. ايه ده يا استاذ فريد؟ دي الريحه وحشه جدا. دي ريحة المية اللي اتحولت لدم يا رامز. طب تعالى ندخل البيت نكمل. بعد 7 أيام ربنا كلم موسى وقال له روح لفرعون تاني وقول له يسيب شعبي يطلع من مصر. ووافق؟ لا، ما وافقش برضه. فربنا أمر موسى وهارون إنهم يضربوا النهر تاني، بس المرة دي عشان تطلع منه الضفادع وتغطي كل الأرض. اللي عملتوه ده كفايه بقى. الرب إلهنا بيطلب منك إنك تسيب شعب يخرج ويعبده في البرية. كل ده علشان اسيب الشعب؟ أيوة، وبلاش تقسي قلبك على ربنا. طب والضفادع دي؟ هصلي ربنا إنها تموت من كل حتة ما عدا النهر. امتى هتسمح للشعب يخرج؟ بكرة. أنا هعمل كده بكرة عن إذن جلالتك. صدقوا اني هسمح للشعب يخرج من مصر. امال مين اللي هيشتغل عند المصريين؟ ايه ده؟ ابعد عني، ابعد عني. وفعلا يا رامز تاني يوم موسى صلى لربنا وربنا استجاب، وبدأت الضفادع تموت والناس تلمهم وترميهم. وفضل طبعا برضو فرعون رافض وضحك على موسى وقول لهارون يمد عصايته على تراب الارض علشان يتحول لبعوض. ابعدي عني، ابعدي. ايه ده؟ ابعدوا عننا. ايه البعوض ده؟ يا سحرة يا عرافين، تعالوا بسحركم امنعوا البعوض عن مصر. بنحاول يا مولاي. حبشوش مرضوش. امنع البعوض. مش قادرين يا مولاي. واضح انها ايد قوية. اللي بتقولوه ده انتوا اتجننتوا؟ يا فرعون إلهنا بيأمرك تسيب شعبه. محدش يقدر يهدد فرعون. يبقى ربنا هيملى مصر بالذباب. ايه ده؟ ابعدي عني. ايه الدبان الكتير ده؟ يعني بعوض ودبان؟ ابعدي عننا. ايه الهم ده؟ كفاية، حرام عليكم. احنا حذرناك يا فرعون بس مفيش فايدة. كفاية، البلد قربت تبقى خراب. قول لنفسك وكفاية يا فرعون. انتوا عايزين تطلعوا من مصر ليه؟ علشان نسبح ذبائح لربنا. خلاص اعملوا كده هنا. ما ينفعش جلالتك، لازم نروح البرية ودي سفر 3 أيام ونسبح للرب زي ما بيقول لنا. اخرجوا وما تروحوش بعيد. وصلوا لي. احنا هنخرج من عندك وهنصلي لربنا انه يرفع الضربات عن مصر عن اذن جلالتك. ابعدي عني يا حارس، ابعد الدبانة دي عني. سيبني جلالتك، انا عندي دبان كتير. يا رب ارفع البلاء عن مصر. وفرعون وعدنا ان هو هيسيب شعبك يخرج من مصر. حمدا للآلهة، العبرانيين صدقوا وافتكروا ان هسيبهم يمشوا. يا منفيس يا منفاس. رامز، استاذ فريد، ازيكم؟ شفتوا اللي بيحصل؟ مصر قربت تخرب
طب ما تقنعوا فرعون يسمع كلام ربنا. انتوا مصريين ولا عبرانيين؟ مصريين من مصر، بس بنعبد إله موسى. غريبة دي، مصريين وبتعبدوا إله موسى إزاي؟ مش غريبة ولا حاجة، لأنه الإله الحقيقي. طب بس يا أستاذ فريد، لحسن فرعون يسمعكم. إحنا مش بنخاف غير من ربنا، هو اللي بيحمينا، وهو أقوى من فرعون. نفس طريقة موسى، واضح إن كل اللي بيعبدوا إله موسى بيكونوا أقوياء، لأنه هو الإله الوحيد والإله القوي اللي خالق كل الكون. انتوا منين يا أستاذ فريد؟ من طيبة ولا من منف ولا منين؟ لا، من شبرا. شبرا؟ فين شبرا دي؟ يا حارس، عن إذنكم فرعون بينادي، يلا يا منفيس. استنى بس عشان نعرف فين شبرا دي. بعدين استخبوا انتوا، فرعون هيحبسنا. يا ترى يا أستاذ فريد إيه الضربة الجاية؟ فرعون مغرور، والمرة دي هيكونوا 3 ضربات مرة واحدة. ايه الدوشة دي يا حارس؟ دول 2 من شعبنا عاوزين يقابلوا جلالتك، وبيقولوا عندهم مصيبة. مصيبة ايه؟ خليهم يدخلوا. أمر جلالتك. اتفضلوا ادخلوا. يا فرعون العظيم، كل المواشي بتاعتنا ماتت، كل البقر والمعيز والجمال والخرفان والخيل والحمير، لكن مواشي العبرانيين ما حصلناهاش حاجة. يبقى أكيد ده موسى وإلهه. يا حارس، انده لي موسى وهارون. أمر مولاي. شكل موسى مش هيجيبها البر معايا، عايزنا نسيب شعب، امال مين هيخدمنا؟ موسى وهارون يا مولاي. اهلا وسهلا. اهلا بفرعون. إلهكم بيموت لي المواشي؟ حذرنا جلالتك، لكن انت بتعاند معاه. وانا هفضل اعاند معاه تاني وتالت ورابع وعلى طول. يبقى لازم انفذ كلام ربنا وننفذ الضربة الستة. انت بتهددني؟ يا سحرة يا عرافين، تعالوا هنا. أمر جلالتك. عايزكم تمنعوا موسى من تنفيذ أي أذى هيعمله لينا ولكل المصريين. موسى؟ أصل إيه؟ مفيش يا مولاي. هو قصده تحت أمر جلالتك. يا ملك مصر، مفيش قوة تقدر تقف قدام ربنا إله كل الكون. أيوة بالظبط. اخرس يا ساحر. بس هتودينا في داهية. احنا يا مولاي معانا عصاية، طول ما هي مرفوعة موسى مش هيقدر يعمل حاجة. ايوه كده، عفارم عليكم. باسم الرب إله إسرائيل خالق كل الكون، كن تراب على كل الأرض زي ما وعدنا ربنا، وكن دمامل على كل شعب مصر. يا ساحر اعمل حاجة. مش قادر جلالتك. الدمامل دي شوهتوا جمال فرعون. اعمل حاجة يا ملك مصر. ارحمنا يا موسى. رايحين فين؟ ما تفتحش الباب يا رامز عشان التراب اللي بره. حاضر، بس يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده يا أستاذ فريد؟ برضه فرعون
صمم وما سمعش الكلام ربنا. عشان كده ربنا أمر موسى بالضربة اللي عليها الدور، ضربة البرق والرعد. أيها السماء كوني زي ما أمرك الرب إلهك. الحقونا هنموت. ارحمنا يا موسى. يا فرعون صلي لإلهك يا موسى. الحقونا هنموت، كل زرعنا وغنمنا هيموتوا. انت قولي موسى وهارون. تعال نرجع قصر فرعون وشوف ايه اللي هيحصل. انا المرة دي غلطت، انتوا فعلا الهكم عظيم. جلالتك اقتنعت المرة دي؟ إلهكم إله أبرار، كلمه يمنع البرد. أمر جلالتك، وهل هتسيب شعبه يخرج من مصر؟ أكيد، بس البرد يختفي الأول. بعد ما نخرج من هنا البرد هيقف بقوة إلهنا، وانت هتكون عند وعدك. عن إذن جلالتك. فرعون هيستجيب لكلامك يا رب. أرجوك امنع البرد عن المصريين. مولاي أخبار عظيمة. قول إيه هي؟ فرحني شوية. البرد والرعد والبرق وقفوا. موسى الساحر صدقني. لا تقول لي موسى ولا هارون، لا تقول لي موسى ولا هارون، مين اللي يقدر على فرعون؟ لا تقول لي موسى ولا هارون، مين اللي يقدر على فرعون؟ ضحكت عليهم صدقوني، فاكرين هم هيهزموني. ضحكت عليهم صدقوني، فاكرين هم هيهزموني. عايزين اسمع كلام إلههم وامشي ورا غبائهم. عايزين اسمع كلام إلههم امشي ورا غبائهم. عايزيني اسيب كل عبراني، مين راح يخدمني تاني؟ عايزيني اسيب كل عبراني، مين راح يخدمني تاني؟ الدماغ دي يا مولانا أفكارك كلها عجبانة. الدماغ دي يا مولانا أفكارك كلها عجبانة. يا أعظم ما في الوجود لك منا أحلى الورود. يا أعظم ما في الوجود لك منا أحلى الورود. الدماغ دي يا مولانا يا أعظم ما في الوجود. أفكارك كلها عجبانة يا أعظم ما في الوجود. انت مفيش منك اتنين، انت مفيش منك اتنين، انت مفيش منك اتنين، انت مفيش منك اتنين. انت القلب وجوه العين. انت
مفيش منك اتنين، انت مفيش منك اتنين، انت القلب وجوه العين، انت القلب وجوه العين. الدماغ دي يا مولانا، انت مفيش منك اتنين، افكارك كلها عجبانة، انت مفيش منك اتنين. الدماغ دي يا مولانا، انت القلب وجوه العين، افكارك كلها عجبانة، انت مفيش منك اتنين. هل مولاي فرعون هينفذ وعده ويسيب شعب بني اسرائيل؟ لا طبعا، انا ما قلتش كده. لحد امتى هتفضل مصمم على كلامك؟ سيب شعب الله يخرج ويعبده. مش بالسهولة دي يا موسى. لو رفضت المرة ديت ضربة ربنا هتكون قوية. هيجي جراد عظيم على كل حتة في مصر وعلى كل الزرع، وهياكل كل حاجة سليمة اتبقت من البرد، وهيكون كتير لدرجة ان الناس مش هتشوف بعضها. مين اللي هيخرج معاكم؟ كل الشعب، اولادنا، شيوخنا، بناتنا، غنمنا وبقرنا وكل مواشينا. انتوا اللي عايزين تخرجوا اخرجوا انتوا ومالكوش دعوة بالباقي. لا، كل الشعب. كلام انتهى، اطلعوا بره. وفعلا يا رامز، موسى مد ايده على الارض واتملت الدنيا جراد زي ما ربنا امره. يا فرعون الحقنا الحقنا، الجراد ملا البلد، أكل زرعنا وكل النباتات، فلوسنا واكلنا واكل ولادنا كله راح. الحقنا الحقنا أرجوك وامنع الجراد. يا حارس انده لموسى وهارون بسرعة. امر فرعون. وبعدين في موسى وهارون دول وبعدين مع إلههم اتسببوا في خراب البلد. عايزين مني ايه؟ سيبني يا استاذ فريد، اخرج له، ده منرفزني. بس يا رامز، بس عشان ما يحبسناش. بيقولك ربنا وموسى وهارون اتسببوا في خراب البلد وهو السبب اصلا، وفي الاخر يقولك عايزين مني ايه؟ ما هو عارف عايزين منه ايه. بس يا رامز. موسى، هارون، انا غلطت في حقكم وحق الهكم المرة دي. كلموا الهكم انه يطرد الجراد من مصر، وانا هسيب شعب يخرج من هنا. اخرجوا وراهم وعرفوا ايه اللي هيحصل. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ابعد الجراد عن أرض مصر علشان نشوف فرعون هيعمل ايه معانا. وشكرا، شكرا ليك يا الله. يا فرعون موسى صلى لإلهه. وبعد كده جت رياح شديدة شالت كل الجراد واختفى. حمدا للآلهة. الرب أنقذكم من الجراد. هتنفذ كلامك؟ أنا قلت لك يا موسى إن ده مش بسهولة هيحصل. يبقى لازم أعمل زي ما ربنا أمرني. يا الله، اجعل ظلاما في كل الأرض ومفيش حد يشوف حاجة ولا حتى أخوه. إيه ده؟ إيه اللي عملتوه ده؟ إيه؟ أنتوا فين؟ إيه ده؟ أنا مش شايف أختي. أرجوك يا ملك مصر، سيبهم يخرجوا من هنا. اخرس، أنتوا فين أصلا؟ تعالي نخرج. تعالى، بس أنا مش شايفة حاجة. ده طلع كل الأرض كده. في مصر بس، وكل ده بسبب فرعون. شفت يا رامز؟ لكن عند شعب بني إسرائيل كان في نور عادي. أنا صورت صور كتير قوي يا أستاذ فريد زين. في الضلمة دي؟ وفي كل الضربات اللي فاتت. ده أنا كاميرا موبايلي عالية قوي. شاطر يا رامز، ركز بقى. طيب هم قعدوا كام يوم في الضلمة؟ 3 أيام، وبعد كده فرعون بعت لموسى تاني. روحوا اعبدوا إلهكم، بس غنمكم وبقركم هيفضلوا هنا وولادكم هتروح معاكم. المواشي دي هنذبح منها ربنا شكرا ليه،
فلازم نخرج بيها. يبقى كده مش هسيبكم تطلعوا من مصر، واطلع بره، ولو شفت وشك تاني هتموت يا موسى. أمرك، بس افتكر عظمتك إنك أنت اللي طلبت. وبعد كده يا رامز ربنا قال لموسى اخرج في وسط أرض مصر في نص الليل، وهيموت كل بكر في مصر، واذبح ذبايح وارسم علامة بالدم على بيوت بني إسرائيل علشان أبكارهم يعيشوا. بكر؟ يعني ايه بكر؟ يعني الابن الأكبر لكل الناس في مصر، من أول ابن فرعون لغاية ابن أصغر شغالة في مصر. يا حارس أنا داخل أنام علشان الوقت اتأخر وبكرة يوم طويل. أمرك. يا لهوي يا خرابي، ابني مات. ابني حبيبي مات. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الحق جلالتك، كل بكر في كل بيوت مصر مات. ابني الكبير مات. ابني مات. اهدى يا مولاي. انده لي موسى وهارون بسرعة. أمرك. ليه كده؟ ابني مات. ليه يا إله العبرانيين كده؟ ليه عملت كده؟ موسى وهارون يا مولاي. اخرجوا من مصر وخدوا كل أولادكم وشيوخكم وستاتكم وغنمكم. اخرجوا من أرضي وروحوا اعبدوا إلهكم زي ما انتوا عايزين. أخيرا يا رامز، بس استنى، لسه القصة ما خلصتش. الشعب فعلا بدأ يخرج من مصر ومشي كتير، وكان ربنا ماشي معاهم الصبح على شكل عمود سحاب علشان يرشدهم، وبالليل على شكل عمود نار عشان ينور لهم. بس أول ما فرعون فاق من صدمة ابنه وعرف إن شعب بني إسرائيل هرب، جهز جيشه وبدأ يتحرك ويجري وراهم. ولما الشعب وصل عند البحر الأحمر ولسه هيعدوه، حصل حاجة غريبة. تعال نروح بالبيت هناك نشوف ايه اللي هيحصل. ايه ده؟ شعب بني اسرائيل اهو على اول البحر. سامع صوت جيش فرعون يا رامز؟ سامع. اهم العبرانيين اهم عند البحر، يلا وراهم هجوم. يعني يا موسى مفيش قبور ندفن فيها في مصر، جبتنا ندفن في الصحراء، خرجتنا من مصر ليه؟ اهو فرعون جاي ورانا اهو وهيموتنا. ما تخافوش، ربنا هينقذنا. ده البحر قدامنا وفرعون ورانا. ما تخافوش، ربنا هينقذنا. انقذنا يا الله إله أبائنا. موسى أؤمر شعبك يتحرك ناحية البحر، وانت بعصايتك هتضرب البحر وهيتشق نصين، وكل ما تتحرك البحر هيتفتح والأرض هتبان، وانتوا هتمشوا في النص، وفرعون يدخل وراكم. ساعتها انا هرجع البحر تاني على الارض، وهيموت فرعون هو وجيشه. يلا يا شعب الله، هجوم. كده يا رامز القصة بتاعتنا خلصت بعد ما ربنا خرج شعب بني إسرائيل من مصر. ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا. ربنا بيحبنا وبينقذنا من أي شر إحنا ممكن نقع فيه، بس أهم حاجة لازم نصلي له ونتكلم معاه، لأنه بيشتاق جدا إنه يسمع صوتنا.
شفتوا يا ولاد فرعون لما عند مع ربنا؟ ده بالظبط اللي احنا بنعمله لما بنعند مع اللي اكبر مننا. علشان كده لازم نتعلم ان احنا ما نعندش مع اللي اكبر مننا وما نعاندش في الحاجة الصح. قصص الكتاب المقدس دي حلوة قوي، وانا كده هكون مغامر كشاف اول علشان عشت قصة حقيقية من الكتاب المقدس واتصورت فيها صور كتير للمغامرات ونحن قادمون. يلا بقى يا استاذ فريد نروح نرنم مع شعب بني اسرائيل. حينئذ امتلأ فمنا فرحان ولساننا تهليلا لأن ربنا أنقذنا من فرعون وبنيه.